بعرض من اعتبار انه موقع سنتين مع فريق الوداد الرياضي، وانهم كانوا وجدوا ليه حتى الورق ديالو باش يمشي الكونسونطراسيون ديال البرتغال. ولكن الوداد كالعاده ما كاينش كومونيكاسيون، ما كاينش السيت ديالهم كيعطيك لي زانفو، مازال ما حتى شي حاجه ما كان رسميه. ولكن الاكيد ان الوداد راه عنده عقد مع زكريا الهاشمي. البارح الخبر اللي كان حصري توصلت فيه هو ان اشرف بن الشرقي توصل بعرض من فريق سبورتينغ لشبونه البرتغالي، عرض رسمي. ولكن سعيد ناصري رفض العرض مؤقتا. علاش؟ كيقول بان الفريق عنده لا تشامبيونز ليغ اللي مركز عليها شي كثير، وطلب منهم ان يتسناو حتى تسالي لا تشامبيونز ليغ. وكان عندي هضره مع اللاعب ومع حتى الوكيل اللي جاب العرض، فقال بان الفرقه ديال سبورتينغ لشبونه فيوافقت على ان تخلي العرض حتى لشهر 12 وتعاود تقدم عرض الاشرف بن شرقي اللي باغا تضموا للفريق ديالها. اذا الاسم اللي كاين بشكل رسمي هو زكريا الهاشمي. زكريا اللي كيما الجروب كيتريني، وكاين لاعبين اجانب اللي كثار في الوداد ما مقتنعش بهم عموته غادي يصيفطهم كامل. واضح خويا عبد العزيز، شكرا على كل هذه المعطيات وكل الامور الرسميه في الميركاتو الصيفي في كل